إيناس حقي زوجة الفنان عادل خيري أول مصرية بتفوز ببطولة العالم في سباق المسافات الطويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصيتنا النهاردة هي زوجة فنان، وهي كانت بطلة في سباق المسافات الطويلة، اسمها إيناس حقي. آه، طبعا زوجة الفنان عادل خيري ابن الكاتب الكبير بديع خيري، وهي تعد واحدة من أشهر بطلات السباحة المسافات الطويلة في مصر والعالم، حيث كانت رائدة في هذا المجال وكسرت بجرأتها جميع القيود والحواجز اللي أحاطت بهذا المجال في زمن لم تكن الفتاة المصرية تمارس فيه الرياضة، وفتحت الباب لكثيرات من بعدها للخوض ذلك السباق. وقد شاركت في أول بطولة للعالم في سباحة المسافات الطويلة اللي أقيمت في فرنسا سنة 1955، وحققت فيها المركز الأول، وسجل التاريخ اسمها بأحرف من نور، وكرمها الرئيس جمال عبد الناصر ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. كما كرمتها محافظة الإسكندرية مؤخرا بإطلاق اسمها على أحد الشواطئ. كما مارست فن التمثيل على مسرح الجامعة، حيث شاركت الفنان عادل خيري اللي كان زميلها برضه في كلية الحقوق جامعة القاهرة بطولة مسرحية حسن ومرقص وكوهين، وهي من مواليد محافظة القاهرة في ثلاثينات القرن العشرين، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1954، وتنتمي لأسرة أرستقراطية، وكان والدها بيشتغل مستشار وتوفى وهي طفلة صغيرة. ورغبت في الالتحاق بكلية الهندسة، إلا إن والدتها أصرت إن هي تلتحق بكلية الحقوق عشان تكمل مسيرة والدها رجل القانون. والجدير بالذكر إنها كانت بطلة في العدو وهي في مدرسة الليسيه، وفي أثناء دراستها بالكلية كونت فريق لكرة السلة، وكانت كابتن منتخب الجامعة. تعرفت إيناس حقي بالفنان عادل خيري أثناء دراستهم بكلية الحقوق، وارتبطت معاه بقصة حب تكللت بالزواج رغم معارضة أهلها لكونه بيشتغل ممثل. وبعد تخرجهما من الجامعة فتحوا مكتب للمحاماة، إلا إنه سرعان ما ترك العمل بالمحاماة بسبب إن يعني بعد ما اشتغل بالفن، لأنه كل ما يخش القاعة في المحكمة كانت بتضخ بالضحك، مما يعني كان كل الناس الموجودين في المحكمة بيضحكوا، مما تسبب في تفرغه للعمل بالفن. أما هي بقى فهي عملت بالمحاماة لمدة 10 سنين، والتحقت بالعمل في الشؤون القانونية بالإذاعة والتلفزيون، ثم انتقلت للعمل بإحدى شركات التأمين حتى أحيلت إلى معاش، وتفرغت لتربية بناتها بعد وفاة زوجها الفنان عادل خيري. وبالفعل أصبحت بناتها من أبرز الناجحات في مصر. بنتها الكبيرة عطية عادل خيري أصبحت مهندسة ومخرجة للرسوم المتحركة. بنتها الوسطى عزة عادل خيري أصبحت طبيبة. أما بنتها الصغرى عبلة عادل خيري اللي أصبحت مدير لأحد البنوك الكبرى، بعدما كانت قد أكملت مسيرة والدتها في سباها، وأصبحت بطلة في سباحة المسافات الطويلة، وصاحبة الرقم القياسي كأصغر سباحة بتعبر بحر المانش في سنة 1974، وتم تسجيل اسمها في موسوعة ريكورد الأرقام القياسية. إيناس حقي تعد زوجة مصرية أصيلة وأم مثالية قوية مسلمة، كانت واحدة من الأساطير الرياضية في مصر والعالم. شاركت زوجها عادل خيري رحلته القصيرة مع الحياة، ووقفت بجانبه طول فترة مرضه، ثم تحملت المسؤولية من بعده، حيث ربت بناتها الثلاثة عطية وعزة وعبلة كأحسن ما تكون التربية، حيث رفضت الكثير من عروض الزواج، وكانت بمثابة الأم والأب لبناتها بعد رحيل والدهم الفنان الذي لم يكن له معاش. وبعدما أكملت مشوارها الناجح والعامر بالمثابرة والكفاح، توفيت في يوم 15 فبراير سنة 2009. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.